تايه ومش لاقي شغف، او بمعنى اصح مش لاقي الحاجة اللي انا بحبها او مش عارف ايه هي. لازم تشوف وتاخد افكار عن كذا حاجة في كذا مجال، وتشوف ايه اللي انت حابه وايه اللي انت حاسه كده، وتبدأ بقى فيه عملي فعلا وتجربه، واللي تلاقي نفسك حابه كمل فيه. لقيت لا 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 خلاص ده مش هو، شوف حاجة تانية لحد ما تلاقي الحاجة فعلا اللي انت حاببها وعايز تكمل فيها. هتبقى هي دي، وطبيعي هتعدي عليك أيام برضو مهما كنت بتحب الحاجة ديت وهتكون مش قادر تشتغلها أو مش قادر تعملها. ساعتها بقى يجي هنا دور الالتزام، إنك لازم تلتزم وتضغط على نفسك عشان تكمل اليوم ده. بس انت مش هتعرف انت بتحب ايه غير لما تجرب أصلا. في نفس الوقت الحاجات دي هتفيدك كمعلومات، زي مثلا أيام المدرسة تلاقيهم بيدونا مواد كتير جدا، بس هي بتفيدنا شوية في حاجات كتير زي الحساب مثلا ماس وكده. وفي نفس الوقت بيدوك برضه حاجات أدبية، وفي الآخر بقى بعد سنين طويلة شوف بقى انت حبيت ايه وما حبيتش ايه وتخصص فيه. نفس الكلام برضه بيحصل في الجامعة وبعد الجامعة وهكذا. بس أتمنى أكون أفدتكم، وسلام.